طبعا أيضا من أخبار البوكشة، البارحة اعتقلوا 17 موظف. وين وشنو وليش؟ هسه أقول لكم. طبعا هذولي ضبطوهم مسوين أدوية بمواد منتهية المفعول للأسف بشركة أدوية سامراء، وأقول حق الرد مكفول. اعتقال 17 موظف وضبط مواد منتهية المفعول بشركة أدوية سامراء، حيث أفاد مصدر أمني أنه قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت عملية تفتيش لشركة أدوية سامراء، وضبطت بهاي العملية بقسم الشراب بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية استبدال ليبل قناني الشراب منتهية الصلاحية بليبل جديد. يعني الشراب كان منتهي، خلوا له ليبل جديد انه على هو هذا ساري المفعول. واضاف انه القوه ضبطت المواد اللي كانت معده للاستبدال ليبلاتها، واعتقلت 17 موظف، مشيرا الى انه تم ضبط اكثر من 100,000 عبوه شراب معده لاستبدال ليبلاتها بتاريخ جديد. راح أعلق تعليق جدا بسيط على هذا الموضوع. أولا تحياتنا إلى معمل سامراء، ما أعرف أنه المسؤولين عن المعمل يعرفون بهذا التصرف ولا لا، لكن بكل شيء دا يتم التلاعب، بكل شيء دا تسوون نصب واحتيال، مو الكل، لكن من توصل إلى الأدوية فأوقفوا لهنا. يعني أكو خطوط لا تتعدوها، لأنه هذا دواء فوق ما الإنسان مريض تصرفوا له علاج منتهي الصلاحية. يعني هو احنا عايزين مثلا هيك لهالدرجة وصلت بيكم العدم الإنسانية؟ ماكو رحمة، ماكو مخافة الله؟ ما ممكن تخلون في حسبانكم اللي تسووه اليوم يرجع لكم بعدين، ممكن بأولادكم، بأهلكم، بإخوانكم، بأي شخص يخصكم. مع الأسف ومع شديد الأسف أنه توصلون إلى هذا المستوى المتدني، أنه تأذون الناس بصحتهم.